الطفل لما بده يبلش يمشي خطوة خطوة، أول خطوة بتكون كتير صعبة عليه. بيجرب يوقف، بيتفشكل وبيوقع، بيرجع بيجرب يوقف، بيرجع بيوقع وبيبكي وبينوجع وممكن يجرح حاله. اللي بدي أقوله إنه بلدنا هي مثل الطفل الصغير اللي بده يبلش يمشي ويوقف على رجليه بعد 54 سنة من القمع والقهر والظلم، وبعد 14 سنة ثورة مستمرة بدماء أولادها، بصرخات أهلها، بجروح كل الشعب السوري. هذا الشي بده وقت لحتى يوصل لطريق الخلاص، طريق الوطن اللي الكل عم يحلم فيه. مستحيل إنك أنت مجرد خلصت من نظام ديكتاتوري مجرم أجرم بحق شعبه بكل المقاييس إنك تقدر تنهض بالبلد خلال فترة قصيرة. أكيد رح يكون في كتير تخبيص، رح يكون في كتير وقعات، في كتير ناس رح تستغل الحدث، وفي كتير ناس ما بتعرف تحكي وتعبر، في كتير ناس رح تعبر غلط وتسيء وتخبص، ولكن هي البداية، والبداية رح تكون صعبة ورح نقدر نوصل. أول شي وأهم شي نقدر جهود كل الناس اللي ساهمت إنه خلصتنا من هذا الديكتاتور. نتشكر شباب الهيئة على التضحيات اللي قدموها إنه نوصلونا لهي المرحلة. نتشكر صرخات كل شاب وصبية حرين طلعوا يصرخوا حرية ودفعوا ثمن هي الصرخة. نتشكر كل الجهود الطيبة السورية اللي انبذلت لتحمي سوريا وتضل محافظة على النسيج السوري رغم كل محاولات الديكتاتور القذر إنه يدمر هي البلد. بدنا نتشكر كل إنسان قدم وضحى، كل معتقل فات على السجن وهو بريء ما بيعرف ليش، كل إنسان انظلم لأنه بس كان مخالف لرأي النظام الحقير والوسخ والديكتاتوري. بدنا نتشكر كل إنسان ومواطن سوري دفع ثمن هي الثورة وهذا الحلم، سواء إنه تهجر، سواء إنه خسر كل أملاكه، سواء إنه عاش أزمات نفسية ودفع ثمنها، سواء إنه ضل بهالبلد رغم كل الظروف القاسية ومحاولات التكسير والذل اللي مارسها عليه هذا النظام الحقير. ما بدنا ننسى إنه نحن كل شيء عم ندفع ثمنه هلأ ونعاني منه سببه هو النظام وبس، النظام الطائفي، النظام الإقصائي، النظام اللي ما كان عنده خيار، يا بتكون معي يا نهايتك وخيمة. بدنا نتحمل بعض، بدنا نحب بعض، وبدنا نحن على بعض. معلش هي الأخطاء بدها تصير، بدنا نتعلم كيف نتجاوزها. كل إنسان حر يحلم بشكل الدولة اللي بده إياها، وكل إنسان حر يحلم بوطن لكل السوريين. بدنا نستوعب بعض ونقبل بعض. المهم هلأ نعرف كيف نحول كل هاي الأخطاء لنجاحات لنقدر نوصل لشكل الدولة اللي بدنا إياها. احكوا المسميات بصراحتها، احكوا الأمور حقيقة بدون أي تجميل. الطائفية موجودة ومتجذرة فينا بطريقة مخيفة، لأنه هو اشتغل على أنه يخوفنا من بعض، يخوفنا من ابن بلدنا، يخوفنا أنه هذا الآخر يا هو إرهابي يا هو شرير بده يأذيني ويقضي على أحلامي. اشتغل كل هذا الشيء ليدمر كل أحلامنا وطموحاتنا بهي البلد ويخلينا عبيد لإله. لذلك الحرية ثمنها غالي كتير. المهم هلأ نطلع من عقلية إنه نحن مو هدف الثورة بس إنه نتخلص من بشار الأسد، أبداً. هدف الثورة هو نعرف كيف نبني وطن لكل السوريين. خلونا نستوعب بعض، خلونا نحس ببعض، وبنفس الوقت ما حدا يقول مو وقتها، أبداً. هلأ وقتها ولازم الكل يشتغل، كل إنسان حسب طاقته وقدرته. اللي برات البلد وبيعرف يشتغل مجتمع مدني وسياسي يشتغل اللي بيقدر عليه، اللي جوات البلد وبيعرف يشتغل هذا الشيء يشتغل اللي بيقدر عليه. كل إنسان يقدم اللي بيقدر عليه، لأنه نحن برا وجوا كلنا سوريين، وبناء سوريا ووطن لكل السوريين هو مسؤوليتنا كلنا. لذلك بتمنى من قلبي نقدر نحتضن هذا الطفل اللي عم يتعلم المشي ونعرف نتعامل معه صح، وأهم شيء نستوعب وقعاته وما نحمله ضغط ولا نحمله مسؤولية أكبر من حجمه. بدنا نبني وطن لكل السوريين.